بسم الله والحمد لله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ريت ما ننساش نشكر الله في التعليقات وكمان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ قصتنا. قبل ما نبدأ حابة أقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، ويا رب يا رب تكونوا في أحسن حال. يلا بينا نشوف قصتنا. يعني إيه مش مرتاحاله؟ هو بمزاجك ولا إيه؟ وبعدين أنا خلاص ما بقيناش قد مصاريفكم، ولا أنا ولا أبوكوا، فاتجوزوا بقى ونرتاح منكم. يعني انت عايزه تجوزيني عشان خاطر مصاريفي بس؟ طب يا ستي مالكيش دعوه بمصاريفي، وانا هنزل اشتغل. سلام يا اختي، وانت تعرفي يا بنت ان احنا عندنا حد في البلد بينزل يشتغل؟ لا حبيبتي، ما عندناش الكلام ده. طب انا اعمل ايه؟ انا بجد مش عايزاه ورافضه تخليني انزل اشتغل. طب اعمل ايه؟ ما انا مش عايزه اتجوزه. بقول لك ايه، مفيش بنت بتمشي كلامها علينا، سامعه ولا لا؟ زي ما بقول لك كده هتتجوزيه وغصب عنك كمان، ومفيش كلام تاني. سابتها ام امنيه وخرجت، وامنيه قعدت حزينه ومتضايقه. جت اختها الكبيره دنيا، ودنيا قالت لها: ايه يا بنتي مالك قاعده حزينه كده ليه؟ يعني مش شايفه امك يا دنيا عايزه تجوزني غصب عني، وانا مش عايزه اتجوز الانسان ده. طب يا ستي اتجوز اي حد تاني غير البني ادم ده. تفتكر انت لو قلت كده هترضى وهتقولك خلاص ماشي اللي انت عايزاه؟ كانت قالت لي انا ماشي، اديني عايشه مع بني ادم ولا بحبه ولا عايزاه ولا طايقاه، وعايشه معاه وخلاص. ارضي بنصيبك يا امنيه زي ما انا رضيت. وانت يا دنيا عشان رضيتي بتقولي لي ارضى؟ طب ما انت عايشه حياه مش سعيده اهي، عايزاني انا ابقى كمان زيك؟ عايزاني افضل عايشه حياه تعيسه على طول متضايقه منها ومخنوقه؟ اكيد لا. طب ما تتكلمي مع ابوك وامك يا دنيا. يا بنتي صدقيني انا عملت كل ده قبل انت ما تعمليه، وبرضه مفيش فايده. عشان كده بقولك ملوش لازمه اللي انت هتعمليه ده كله. برضه اللي في دماغهم هو اللي في دماغهم، وهيمشوه يعني هيمشوه. يعني ايه مفيش فايده؟ يعني انت شايفه كده؟ مفيش فايدة، وارضي بنصيبك وبالأمر الواقع وخلاص. وأنا هكلمهم، بس أنا عارفة الرد. بس أنا هعمل كده عشان ما تحسيش إن مفيش حد واقف معاكي خالص، عشان الإحساس ده لوحده بيتعب جامد. أنا مجرباه. يا ريت يا دنيا، يا ريت يقتنعوا بكلامك. أديهم شايفين التجربة قدامهم عاملة إزاي، يا ريت يحسوا ويقتنعوا بقى. أتمنى والله يا أمنية، بس برضه ما أعتقدش. راحت دنيا تكلم أبوها وأمها، فدنيا قالت لأمها: يا ماما ما ينفعش كده، ما ينفعش اللي انتوا عاملينه ده. عايزين تكرروا نفس المأساة؟ حرام عليكم، وانتوا ما اتعظتوش مني؟ ما انت عايشة اهو مع جوزك وزي الفل ومقفول عليكم باب. والمشاكل اللي بتحصل بينكوا دي بتحصل بين اي اتنين، مش شرط تحصل يعني عشان انت اتجوزتيه وانت ما بتحبيهوش. وبعدين مش شرط عشان انت حصل معاكي مشاكل يبقى هي كمان كده. وانتوا لحد امتى هتفضلوا كده مش حاسين ان انتوا غلطانين على اللي انتوا عملتوه معايا؟ انتوا حاسين كده ان الدنيا عادي؟ يعني مش حاسين ان انتوا اللي انتوا عملتوه ده معايا غلط وما ينفعش؟ مش حاسين ان انتوا بجد رميتوني في التهلكه؟ رميناكي في التهلكه ليه يعني؟ انت مش قاعده في بيتك معززه مكرمه، ولا بتنزلي ولا بتشتغلي؟ ولا هو مشغلك ولا عامل لك ايه يعني؟ ما انت جايبه عيال اهو زي الفل وبيصرف عليكي، وهو بتاع ستات شويه يعني، بس ايه المشكله؟ معظم الرجاله عينيها فارغه، بس بيصرف عليكي ومستتك، ودي اهم حاجه. ودي اهم حاجه عندك يا بابا، انه بيصرف عليا بس؟ على العموم انا عايزه اقولك ان هو كل يوم بيكلم واحده ومع واحده تانية. ده عادي؟ ده طبيعي؟ لا وكمان عايز توصل اختي ان هي تقع في نفس الموضوع. حرام عليكم. وبعدين لو انتوا مش عايزين تصرفوا علينا كنتوا خلفتونا ليه من الاول؟ ما كنتوش خلفتونا. ايه جايبيننا عشان تبهدلونا ولا ايه؟ بقولك ايه، خلفناكوا ده قدرنا ونصيبنا، جبناكوا برضو قدرنا ونصيبنا، هنعمل ايه يعني؟ وبعدين طول ما انتوا في بيتي هنا انا اللي ماشي كلامي، مش انتوا. وبعدين مالكيش دعوه يا دنيا وما تتدخليش في الموضوع ده، ويلا على بيت جوزك قبل لما جوزك يرجع بالسلامه. حرام عليكم والله، حرام عليكم اللي بتعملوه فينا ده. الدور كان عليا ودلوقتي بقى على امنيه، وبعدين على اخواتنا التانيين. ليه بتعملوا فينا كده؟ يا حبيبتي عشان تفضوا مكان، عشان اعرف اصرف عليكم. وانا هصرف على 7 عيال منين؟ لما انت بقى كده تتأخروا شوية وما تفكوش عن دماغنا، هنلاقي اللي بعدكوا ازاي؟ ولا هنعرف نصرف عليهم ازاي؟ اخواتكوا صغيرين وما معناش نصرف عليهم، هنعمل ايه؟ جايين تلومونا دلوقتي؟ ما كناش عارفين ان الدنيا هتبقى صعبة كده، ولا الحياة هتبقى صعبة كده. واحنا مش ذنبنا ان انتوا جبتونا 7 ورا بعض، مش ذنبنا ان انتوا ما بصيتوش لقدام. مش احنا اللي قلنا لكم هاتونا، انتوا اللي جبتونا. عشان تجيبتونا للدنيا بقى هنعيش فيها مظلومين طول حياتنا كده؟ مظلومين فيها من واحنا في المدرسة، وبعد لما كبرنا ومع اصحابنا كنا مظلومين. كنتوا ظالميننا في وسط كل الناس، كنتوا
مستقلين بينا وعايزيننا كمان بعد لما نتجوز برضه نبقوا مظلومين في حياتنا. حرام عليك والله يا حرام، كرهتونا في الدنيا باللي فيها. ليه يا حبيبتي؟ ما كناش مخلينكم محتاجين لحد، كنا بنجيب لكم. مش كفايه اللي احنا عملناه معاكم جايين دلوقتي تقولوا لنا احنا مستقلين بيكم وبنخليكم اقل من الناس كلها؟ ده احنا اللي خليناكم تكبروا وعرفتوا تتكلموا كده وتقفوا قصادنا، وبعد كده بقى ايه؟ ترمونا لاي حد، صح يا ماما ولا ايه؟ اي جوازه بس لمجرد انه هيدفع اكتر، مش صح؟ بقولك ايه يا دنيا، انت مالكيش دعوه بالكلام ده، انت اتجوزتي وخلاص بقيتي مع واحد. احنا بقى اللي هنعمله بعد كده ده بتاعنا مش بتاعك انت. يلا اتفضلي روح على بيت جوزك. دنيا مشيت وطبعا ما وصلتش معاهم ولا الحق ولا الباطل. وبعد يومين جه سعيد وامه واخوه هشام. بقولك ايه، انت مش هتلاقي زي ابني. انا عارفه حالك وعارفه ان انتوا على قدكم، فانتوا تجيبوا اللي تجيبوه، وانا كده كده ابني هيكمل. ابني بيسافر وشغلانته كويسه جدا عشان تبقوا عارفين. بقولك ايه، احنا عندنا في عيلتنا بنمشي زي الشرع ما قال. يعني ايه زي الشرع ما قال؟ مش فاهمه قصدك يا ابو امنيه. قصدي ان احنا الشرع بتاع ربنا بيقول ان العريس بيبقى عليه كل حاجه، حتى بيبقى عليه شنطه هدومها كمان، لكن احنا هنجيب هدومها وهو بيبقى شايل كل حاجه. او لو عايزنا نجيب يبقى يدفع مهر واحنا نجيب لها. ازاي يعني؟ انا قلت طب هاتوا اللي تقدروا عليه، لكن ما تشيلوش حاجه كده، لا ده كده يبقى كتير قوي. خلاص يا انا موافق، اللي انت شايفه يا عمي انا هعمله، بس انت يا ابني كده هتبقى شايل كتير قوي ومش هينفع. لا خلاص يا امي مش مشكله، بس زي ما احنا هنمشي زي الشرع ما قال، انا اللي هجيبه عليه انتوا هتوافقوا بيه. مفيش بقى العروسه اللي تنزل تنقي ولا الكلام ده، صح ولا غلط؟ ماليش دعوه يا ابني، ده بيتك واللي انت عايز تجيبه جيبه. مش هقولك هتجيب ايه ولا ما تجيبش ايه، حتى لو عايز تجيب عفشه قديم هات، ده بيتك وكله رايح لك. هتبقى حاجه كويسه هتعيش معاك، هتبقى حاجه وحشه هتغيرها بعد كده. صح عليك نور، كده اتفقنا. قروا الفاتحه وسعيد راح جاب عفشه، وطبعا عفشه كان كله قديم في قديم. فرش الشقه كلها وخلصها واتجوز سعيد وامنيه. امنيه دخلت على العفش وقالت له ايه ده؟ انت جايب لي عفش قديم يا سعيد؟ يعني انا قلت ماشي مش هختار، بس العفش ده؟ والله ابوك اللي قال براحتك هات اللي انت عايزه، بدل هو ماشي بالشرع وهو ما رضيش يساعدني في اي حاجه. ايه هتتأمري كمان؟ انا مش بتأمر، بس يعني كنت اجيب لي حتى اوضه النوم بتاعتنا جديده، اصلا دي احسن من الاوض النوم الجديده، دي اوضه ستي الله يرحمها، مش هتلاقيها دلوقتي في اي حته، ده انا ستي ميته على السرير ده. ايه اللي انت بتقوله ده يا سعيد؟ انا كده مش هنام على السرير ده طول عمري. يعني ايه؟ وانا قلتلك ستي ماتت مقتوله؟ دي ماتت موتة ربنا. وبعدين بقولك ايه، هما شهرين في الاول عن اخر اللي هنقضيهم مع بعض، هنقعد بقى نتكلم فيهم في العفش قديم ولا جديد ولا ايه يا امنيه؟ عدوا الشهرين وكانوا احلى شهرين تقريبا في حياه امنيه كلها. وقالت ان هي كانت فاهمه سعيد غلط وان هو غير ما كانت متوقعه خالص. كانت فرحانه ومبسوطه لحد لما سعيد سافر، وبدات امنيه تنزل عند امه وتعمل لها طبعا كل حاجه، وبقت عايشه مع امه. عدى شهر واتنين وسعيد ما كانش بيكلمها غير كل فين وفين. ايه سعيد انت فين الشهرين دول؟ ما كلمتنيش 3-4 مرات على بعض. هو ايه ده، في ايه؟ انت ما بتكلمنيش خالص ليه كده؟ عادي يعني الشغل، ما انت شايفه الشغل تقيل عليا ازاي. بس انت يا سعيد شغلك ده مش بيجيلي منه اي حاجه ولا بتبعتلي منه اي مصاريف. انا لو امك هي اللي بتصرف علينا. ومين قالك ان انا مش ببعت لامي مصاريفكم؟ المصاريف اللي هي بتصرف عليكم دي بابا انا اللي بعتها اصلا. طب مش بتبعت لي انا ليه يا سعيد؟ انا لما ببقى عايزه حاجه ببقى مكسوفه وانا بطلب منها، وانت عارف ان انت ماشي وسايبني ان انا حامل، فبكون محتاجه ان انا اروح لدكتور ومصاريف كتير قوي، وامك عارفه ومش بتديني، وانا ببقى مكسوفه اقول لها اديني عشان اروح للدكتور. وابعت لك انت ليه؟ عايزاني ابعت لك فلوس وتروحي تصرفيها على اهلك؟ شوفي انت عايزه تعملي ايه وانا هقول لامي توديكي. مين قالك ان انا اصلا هاخد الفلوس واروح اصرفها على اهلي؟ مفيش الكلام ده. مين اللي قالك كده؟ انا اهلي مش محتاجين مني حاجه عشان اروح اصرف عليهم. ما انا عارف برضو ان انت هتقولي لي كده، ان هما مش محتاجين منك حاجه. على فكره انا عارف كل حاجه وساكت عشان تبقي فاهمه. عارف ان ابوكي مجوزك عشان خاطر يخلص منك ومن مصاريفكم. عايزه بقى تفهميني ان مش هيبقى عايز منك فلوس؟ اكيد مجوزكوا عشان تصرفوا عليه. اخرس، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا ابويا ممكن يكون على قده وما معهوش عشان احنا كتير، بس استحاله ياخد من حد فينا اي قرش، علشان تبقى فاهم. ومفيش الكلام ده خالص، وشكرا يا سعيد. مش عايزه حاجه ولا عايزه اروح للدكاتره،
ولا عايزه اروح في حته، ولا عايزه فلوس من اصله. انا غلطانه ان انا قلت لك على فلوس عشان تفكر فيا التفكير ده. قفل سعيد مع امنيه وبعدين اتصل على امه وحكى لها على كل حاجه. فام سعيد قالت له شاطر يا واد ان انت قلت لها كده، عايزه تاخد تعبك وشقاك وتروح تصرفه عليهم ولا ايه؟ لا طبعا، كويس ان انت وقفتها عند حدها وان انت عرفتها ان انت فاهم كل حاجه. انا قلت لها هو انت فاكره ان انا مش عارف ان ابوكي مجوزكوا ليه؟ ولا انا مش عارف؟ لا ده انا عارف وفاهم كل حاجه، وعارف انه مجوزكوا علشان عايز يخلص منكوا وتصرفوا عليه. كويس يا واد ان انت قلت لها كده عشان ما تفتحش معاك سيره الفلوس تاني، واي فلوس ما تبعتهاش عليها ابعتها عليا انا. هو انت هتروح تصرف على اخواتها ولا ايه؟ ولا ابوها ولا امها؟ يعني انت تبقى شقيان يا عين امك وتعبان في الغربه وفي الاخر تصرف عليهم؟ لا ما عندناش الكلام ده. خلاص ماشي ياما. عدت الايام وخلفت امنيه بنتها جميله. كانت حياه امنيه مع ام سعيد بالحساب، كل حاجه بتعملها بالحساب، لحد لما في يوم سعيد ساب الشغل ونزل على البلد. قعد شهر واتنين من غير شغل. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي يا سعيد؟ انت نزلت اهو، هتقعد كده من غير شغل؟ ما تروح تدور لك على شغل، بقالك شهرين قاعد. انا مش متعود ان انا اشتغل هنا، هو الكفيل قال لي انه هيبعت لي تاني. يعني مفيش مشكله ولا انت بقى مش مستحمله قعدتي هنا؟ يا عم انا مستحمله قعدتك مفيش حاجه، بس انا يعني انا كمان بقول لك هنصرف منين؟ انت عارف ان احنا ما حلتناش حاجه، وبعدين انت يعني ولا شايل فلوس ولا محوش اي حاجه، ضيعت فلوسك كلها يا سعيد. وانا يعني ضيعت فلوسي على مين؟ مش ضيعت فلوسي عليكوا انتوا؟ يعني انت كل ده عايز تفهمني قاعد في الغربه ومتغرب وما عملتش اي حاجه؟ ازاي يا سعيد اللي انت بتقوله ده؟ مفيش حد يصدق الكلام ده. اعمل ايه؟ هو ده اللي حصل. ريحي بقى شويه عشان مش عايز صداع ووجع دماغ. طب اعمل ايه يعني في بنتك اللي احنا مش عارفين ناكلها دي، وامك يا سعيد بتقلب في وشنا وبتبقى مش طيقانه؟ خلاص انزلي عند امي تحت وكلي انت والبت، وامي يعني مش هتقولكوا حاجه. بقول لك امك كل يوم يا سعيد قلبه وشها في وشنا وبتدينا كلام زي السم، وانت برضو مهما اقول لك بتقولي اكيد مش هتقولكوا حاجه، واديني بقول لك اهو ان هي مش طيقانه. بقول لك ايه، اعملي نفسك مش سامعه، ما تقرفينيش معاكي. انزلي كلي واكلي البيت واطلعي، الكلام مش هيلزق فيك يعني. امنيه فضلت باصه للبنت وهي عماله تعيط وقالت اعمل ايه طيب، بس ما باليد حيله. يلا يا بنتي ننزل عند ستك تحت ناخد لنا كلمتين في جنابنا، بس اديني يبقى اكلتك. اخدت امنيه البنت ونزلت عند ستها تحت. ام سعيد قالت حكايه كل يوم بدات اهي. بقولك ايه يا امنيه، ما تقولي لجوزك يا حبيبتي يقوم كده يتنحرر ويشتغل، ولا انزلي انت اشتغلي يا اختي بدل الهم اللي احنا فيه ده كل يوم كل يوم، وانا معايا اصرف عليكم ولا ايه؟ الموضوع بقى زايد عن حده بصراحه. اعمل ايه يا انا يعني يا ماما؟ ما تقولي له، انا قلت له كتير والله واتكلمت معاه كتير، قلت له انزل دور لك على شغل، قال لي لا الكفيل هيتصل بيا وهيرجع اشتغل معاه. اعمل ايه تاني؟ عايزه تقولي لي ان انت وجوزك مش شايلين على قلبكم قد كده من السفر؟ ما انت عارفه يا ماما ان هو ما كانش بيديني جنيه في ايديا، وانت عارفه الكلام ده كويس. لا حبيبتي الكلام ده انتوا اللي بتضحكوا بيه عليا عشان تيجي تاكلوا على قفايا، صح ولا غلط؟ لا طبعا غلط، والله العظيم ابنك ما جالي منه جنيه. طب انا اعمل ايه؟ اكل بنتي منين؟ مدام انتي مش عايزه تشيلي مسؤوليتها وهو حتى مش عايز ننزل اشتغل، اعمل ايه انا؟ ليه مش عايزك تنزلي تشتغلي ليه يا حبيبتي؟ انزلي اشتغلي بدل ما هو مش عايز ينزل. وبعدين يعني انا مش هاكل واشرب واصرف عليكم، انا معاشي على قدي. شكرا مش عايزين من عندك حاجه. وبعدين طلعت لسعيد وقالت له ايه بقى العمل؟ امك دلوقتي اديني نزلت عندها وامك قالت لي نفس الكلام بتاع كل يوم، انا مش هاكل زي ما باكل كل يوم. يا سعيد قوم اتحرك وهات لنا اي حاجه ناكلها انا وبنتك، حرام عليك، انا بطلب ابسط حقوقي، انا بطلب اكل وشرب مش بطلب حاجه زي الناس يعني. بقولك ايه، انا سايبها لك ونازل. سابها سعيد ونزل هو كمان عند امه. فسعيد قال لها في ايه ياما؟ يعني انا منزل لك البت بنتي وامنيه عشان تاكليهم تقولي لهم انا ما معيش فلوس؟ بقولك ايه يا سعيد، انا معاش على قد يا حبيبي، ما معيش للغلب ده. انت كل يوم تنزل لي بنتك ومراتك هاكلهم لك؟ ما تنزل انت يا حبيبي تشتغل ولا تشغلها؟ انزل اشغلها ازاي بس ياما؟ الناس تاكل وشي، هيقولوا عليا ايه؟ ما انت عارفه البلد اللي احنا فيها. يعني انا اللي اعمل لك ايه؟ يعني انا يا سعيد يا حبيبي ما معيش، انت يا بابا عايز تيجي تاكل على عيني وعلى راسي انت ابني، وهي بقى تروح تاكل عند ابوها، هي هتقرفني انت بيها ليه؟ ايوه غير كده انت ابني اكلك وشربك ما عنديش مشكله فيه، انما هي تاخد بنتها وتروح تاكلها عند اهلها،
ما تقرفونيش انا بقى. فعلا يا ام عندك حق، خلاص انا هقول لها كده. قومي يلا حضري لي الغدا بقى علشان انا جعان. عيني يا حبيب امك، حضر لك احلى غدا كمان. سعيد قعد ياكل زي الطور ولا سأل في امنيه ولا في بنته. امنيه لقيته اتاخر فنزلت لقيته قاعد بيطفح. يعني انت يا راجل قاعد تاكل هنا وسايبني انا وبنتك، وبنتك على ايدي على صرخه واحده مش لاقيه اللقمه حتى اكلها لها. اعمل لك ايه يعني؟ ما تروحي تاكلي عند امك ولا حتى عند ابوك. انتوا هتقرفوني ليه؟ ليه وانا متجوزه عشان اجوع بنتي؟ ولا لما تجوع انا ولا هي المفروض ان انا اروح عند امي؟ هو انت ايه يا شيخ؟ انت ما عندكش دم؟ بقول لك ايه، ما تقرفنيش، احنا في وقت زنقه. امك وابوكي اولى بيكي دلوقتي، وانت كراجل كده هتقبل اي حد غيرك ياكل ويشرب بنتك؟ هو انت ايه، ما عندكش دم ولا بتحس؟ اقبل عادي، انا ما عنديش دم ومش بحس، واللي عندك اعمليه وسيبيني بقى اكل اللقمه بمزاج. امنيه ما بقتش عارفه تعمل ايه ولا ترد عليه، راحت سابت له البيت وخدت هدومها وراحت عند ابوها. وابو امنيه اول لما شافها قال لها انت ايه اللي جايبك هنا وجايه ليه بشنطه هدومك؟ في ايه؟ سبت البيت لسعيد ومشيت، انا خلاص مش عايزه الراجل ده تاني. يعني ايه الكلام ده؟ تعالي يا ست شوفي بنتك بتقول ايه، جايه لنا وشايله لنا عيل وكمان عايزه تتطلق. يا نهار الوان، تتطلقي ليه يا بنت؟ قولي لي ايه اللي حصل؟ ايه يا حبيبتي، احنا ما عندناش بنات للطلاق. يعني ايه؟ حتى لو مطلع عيني ومجوعني انا وبنتي على ايدي على صرخه واحده عشان نفسها تاكل لقمه ومش عارفه، وبعد ده كله كمان ما تطلقش؟ يا اختي، حتى لو مجوعك انت وبنتك، حتى لو بنتك نفسها مش لاقيه تاكل، تقعدي والجزمه في بقك لحد لما يجيب لك اكل؟ ما انت سبتيه ومشيتي يا عبيطه، خلاص هيقول راحت وخفت عليا. لكن طول ما انت قاعده له بقى كده هيقول خلاص هقوم بقى اشتغل غصب عنه واجيب لهم اكل. لما يبقى ينزل ويسيبني انا وبنتي وينزل يقعد ياكل هو تحت عند امه ولا سائل فينا؟ لا حبيبتي، ده بيصرف على نفسه وبينزل وبيقعد وبياكل تحت عند امه عادي، ما عندوش مشكله. اهم حاجه ان هو ياكل ويملى كرشه وما عندوش مشكله في الباقي. خلاص انزلي كلي تحت عند امه، وهي اللي لها الحق تصرف عليكم مش احنا اللي نصرف عليكم. هو قال لي يلا روحي عند ابوكي وهو اللي يصرف عليكي وعلى بنتك، احنا في وقت زنقه والمفروض ان هم يشيلوكي فيه. اعمل ايه انا بقى دلوقتي؟ قلت لكم مش عايزه اتجوز الجوازه السودا دي، انتوا اللي جوزتوها لي، انتوا السبب. بقول لك ايه، ما احنا مش جوزناها عشان تتاخر، راحت جابته راخر. انا ما عنديش الكلام ده. روحي يا حبيبتي في اي حته، انا باكل اخواتك الخمسه بالعافيه، هتيجي انت وبنتك؟ يعني انا مشيت واحده رجعت لي 2؟ يعني انتوا مش المفروض ان اهلي؟ يعني لو مش هتشيلوني مين هيشيلني؟ يعني اروح فين في الشارع انا وبنتي ولا اعمل ايه؟ ما انتوا اللي جوزتوني وانتوا اللي خليتوني اجيب بنت وانتوا اللي عملتوا فيا كده وانتوا اللي بلتوني البلوه السودا دي. يوم ما ارجع لكم زعلانه تقولوا لي مالكوش دعوه بيا؟ بقول لك ايه، انا مش عايز وجع دماغ، انا ما بصدق لما امشي واحده فيكم هترجعي لي تاني. انت بقى تعيشي في بيتك وتبوسي ايدك وش وظهر على اي حاجه موجوده عندك، غير كده انا ما عنديش. اتصرفي انت وجوزك وما ترجعليش هنا تاني. يعني انت عايز ايه يا بابا؟ عايزني امشي؟ يعني انا جايه لك انا وبنتي على ايدي على صرخه واحده من الجوع وانت عايزني امشي؟ حضر لهم ياكلوا وبعد لما تاكل تاخد بنتها وتمشي من هنا، مش عايز كلام تاني بعد كده. شكرا يا بابا، احنا مش عايزين ناكل، انا مش جايه اشحت منك. شكرا انت وماما قوي على اللي انتوا عملتوه معايا. اخدت امنيه شنطتها وما بقتش عارفه تروح هي فين، هي وبنتها على ايديها، ومش عايزه ترجع تاني لسعيد جوزها. بنتها طول ما هي ماشيه على ايديها عماله تقول لها مام يا ماما. حاضر يا جميله، حاضر يا حبيبتي، تعالي نروح عند دنيا خالتك، ما قداميش غيرها. راحت امنيه عند دنيا، واول لما شافتها راحت مرميه واغمى عليها، فوقتها دنيا وقعدتها وشربتها عصير واكلتها هي وبنتها. دنيا قالت لها في ايه يا امنيه، ايه اللي حصل؟ مالك عامله كده ليه؟ انا من الصبح بلف على رجلي وما لقيتش مكان تاني اروحه غير عندك، يومين بس كده يا دنيا لحد لما اتصرف. يا هبله انت اختي، في ايه؟ تيجي في اي وقت، بس قولي لي ايه اللي حصل، ايه اللي جرالك لكل ده؟ طبعا حكت لها امنيه على كل اللي حصل، وطبعا كمان حكت لها على موقف ابوها وامها مع سعيد، ويعني ام سعيد كمان واللي حصل منها. يا حبيبتي يا اختي، يعني كل ده حصل لك عشان كده اغمى عليكي ووقعتي ببنتك من طولك من قله الاكل؟ جميله يا دنيا كانت عماله تصرخ في ايديا وعماله تقول لي مام، وانا مش عارفه اكلها ازاي ولا منين. ابوك يا دنيا كمان كرشني، وام سعيد مش عايزه تديني حاجه، اهم حاجه عندها ابنها وبس، وانا ما بقيتش عارفه اروح فين. وانا عارفه ان جوزك صعب وما كانش بيرضى ان حد فينا يجيلك، بس بجد ما كانش قدامي غيرك يا دنيا، ما بقاليش حد في الدنيا.
حبيبتي تيجي وتنوري. المهم ان انا كنت متأكدة ان لو حصل لي حاجة ليا او ليكي ابوكي ما كانش هيرضى ان هو يشيلنا. كنت واثقة من حاجة زي دي، بس ما كنتش متخيلة ان هو يبقى بالجفاء ده. كان على الاقل يشيلك يومين، ما يمشيكيش في نص الليل كده انت وبنتك جعانين ومش لاقيين حاجة تاكلوها. صعبت عليا نفسي قوي يا دنيا بجد، ما بقيتش عارفة اعمل ايه ولا اروح فين بسبب اللي ابوكي عمله فيا، ولا ان هو يرمينا في جوازات زي دي وفي الاخر يقول لنا روح على بيت جوزك، جوزك اولى بيكي. طب ازاي يعني؟ معلش يا حبيبتي، خشي انتي نامي انتي وبنتك، والصباح رباح ان شاء الله نتكلم. بس انا خايفة لو جوزك دلوقتي جه ولقانا اكيد هيتضايق ويتخانق معاكي. جوزي مش هيبقى موجود لمدة 3 ايام، في ال3 ايام دول نحاول نصرف نفسينا، واكيد يعني ممكن يتغير حاجات. اقعدي انتي يا حبيبتي وملكيش دعوة باي حاجة، وما تشغليش بالك باي حاجة، وانا كمان هحاول اتكلم معاه واقنعه. يعني انا عايزة اتطلق من سعيد، انا مش عايزة اكمل معاه تاني. بجد انسان ما يتعاشرش، اللي يفكر في نفسه بس وما يفكرش في مراته ولا في بنته. طيب بلاش انا حتى، طب يفكر في بنته اللي من لحمه ودمه. بجد انسان ملوش لازمة. طب وانتي يا امنية يا حبيبتي لو اتطلقتي منه هتروحي فين؟ ما انتي عارفة وشفت بعينك اللي حصل النهاردة، ما حدش هيستحملك خطوة واحدة. وبعدين خطوة الطلاق لازم ما تجيش بسرعة كده، لازم نكون مرتبين لها كويس. انتي عارفة ان انا اشيلك بدل اليوم 100، بس برضه انتي عارفة جوزي مش هيوافق ابدا ان انتي تقعدي معانا هنا. للأسف عارفة، ومش عارفة ايه الجوازات السوداء اللي احنا وقعنا فيها دي. بجد منهم لله ابوكي وامك دول. خلاص ما بقاش في وقت للكلام ده، وخلاص الكلام ده مش هيبقى ليه لازمة دلوقتي. بصي يلا خشي ناموا دلوقتي وان شاء الله بكرة يحلها ربنا. نمت أمنية هي وبنتها وصحيت على زعيق جوز دنيا فتحي، فقال لها وانا مش قلتلك مفيش حد من اخواتك يجي عندي هنا تاني؟ كمان جايبها لي هي وبنتها وبايتين عندي هنا. وطي صوتك، هي نايمة حرام عليك. يعني هي هتروح فين؟ ما لقيتش حد تروح له ولا ترجع له غيري، علشان كده جاتلي. ما انا برضو اختها، وبعدين انا قلت ان انت مسافر ومش هترجع دلوقتي. قلت ان انا مسافر بقى ونايم على وداني، عشان كده جايباها وتقعد لي هنا. واقول لك ايه، هي والبنت دي تمشي حالا. سامعه ولا لا؟ طب وطي صوتك بالله عليك، وطي صوتك. طب هتسمعك. طب هي دلوقتي لو مشيت هتروح فين؟ ما عندهاش حته تروح لها. طب عشان خاطري بالله عليك اعتبرها اختك حتى. بقول لك ايه، انا ما عنديش الكلام ده، اللي انا بقول لك عليه تسمعيه. يلا قومي مشيها من البيت. دنيا لقت امنيه خارجه بشنطه هدومها هي وبنتها، وقالت له شكرا يا فتحي انا ماشيه، على فكره من غير ما تقولي. معلش يا دنيا ان انا خليتك ان انت تتحطي في موقف زي ده. حرام عليك حرام عليك، يا هتروح فين على الصبح كده؟ طب استنى حتى لحد الظهر، لحد لما نتصرف ونشوف اي حد نوديها عنده. ما تمشيهاش كده بالله عليك يا فتحي. انا قلت مش هتقعد هنا ثانيه واحده، ولو انت عايزه تمشي معاها اتفضلي امشي. يلا يا ست دنيا. خلاص يا دنيا ما تخربيش على نفسك يا حبيبتي، وبعدين ما تخربيش بيتي. كفايه انا بيتي اتخرب، انا هتصرف ما تقلقيش عليا. طب طمنيني عليكي عشان خاطري، حقك عليا والله، مش عارفه اعمل لك ايه. حقك عليا. لا يا حبيبتي انا هتصرف وهكلمك ما تقلقيش والله. سابتها امنيه ومشيت، وامنيه كانت عماله تعيط ومش عارفه تعمل ايه، مش عارفه تروح فين. في الاخر افتكرت هشام ومراته، هما طيبين وفي حالهم وملهمش دعوه بحد. قالت تروح لهم، ما عندهاش اختيار تاني غيرهم. فعلا راحت امنيه عند هشام اخو سعيد. هشام فتح لها وقال خير يا امنيه في ايه؟ جايه لي ليه انت وبنتك وشكلكم كده متبهدل كده ليه؟ انا فضلت ماشيه اليوم كامل يا هشام ومفيش حد عرفت اروح له غيرك انت. تعالي ادخلي الاول وبعدين قولي لي ايه اللي حصل. دخلت امنيه عند هشام وكانت طبعا تعبانه ومرهقه جدا من المشي والمشوار. قامت فهيمه مرات هشام وقالت لها خير يا امنيه في ايه؟ مالك يا حبيبتي شكلك عامل كده ليه انت وبنتك؟ معلش مفيش غيرك يا هشام انت وفهيمه اللي هياخد حقي. انا عارفه ان انتوا هتقفوا معايا وان انتوا مش بيهمكوا اي حد وبتقفوا مع الحق، واهم حاجه عندكم الحق وبس. في ايه يا امنيه اللي حصل؟ احكي لي، انا والله ما اعرف حاجه. امنيه حكت له على كل اللي حصل من ساعه لما كانت في بيت سعيد، واللي حصل كمان من امه. لا طبعا ما ينفعش اللي هم عاملينه ده. يعني ايه يعني تقعدي بالايام ما تاكليش انت وبنتك؟ وازاي ماما ما تقفلوش وتسكت له كده؟ هي امك كده يا هشام، ما انت عارفها طول عمرها بتدافع عن سعيد، واهم حاجه عندها ان هو بس يكون كويس ومبسوط ويملى كرشه وتمام، مش مهم اي حد تاني. بس برضو ازاي؟ لازم الواحد يقف مع الحق. خلاص اقعدي معانا النهارده وانا بكره هرجعك ليهم واتكلم معاه. بس انا مش عايزه ارجع لاخوك يا هشام، انا جايه لك مش عشان ارجع له. امال انت عايزه ايه يا امنيه؟ انا عايزه اتطلق يا هشام، عايزه اتطلق ومش عايزه اعيش معاه تاني. هتطلق وانزل اشتغل على بنتي واقعد انا وهي لوحدنا،
ومش عايزة اي حاجة تاني من اي حد من الدنيا. بس ده مش الحل المناسب، احنا ممكن نرجع له ونتكلم معاه وحاله يتصلح ويتعدل. تفتكر حاله هيتعدل يا هشام؟ تفتكر اللي انت بتقوله ده صح؟ انت متأكد من اللي انت بتقوله ده ولا بتقولي كده عشان تهديني وبس؟ تعرف ومتأكد ان حال سعيد مش هيتعدل ابدا وهيفضل كده. بس يبقى حتى على الاقل جربنا ويبقى عملنا حاجة. اسمعي كلام هشام، وهو فعلا لو قال كده احنا هنقف معاكم ومش هنسيبك ابدا. بجد يا فهيمة بجد مش هتسيبوني؟ طبعا يا بنتي مش هنسيبك، انت مرات اخويا وانت كمان شايله بنت اخويا اللي من لحمي ودمي، واللي يمسها يمسني، فما تقلقيش هبقى معاكي وفي ظهرك. وربنا ما رزقكيش باخوات صبيان، بس انا اخوكي وانا هبقى في ظهرك، فما تقلقيش والله. مش عارفه بجد اقول لك ايه. شكرا والله يا هشام انت وفهيمه، لان انتوا بجد طلعتوا اجدع من اي حد. ربنا يخليكم ليا بجد، ربنا بيعوض الواحد وما بينساش حد ابدا. قوم انت يا فهيمه يلا حضري لهم العشاء عشان يتعشوا ويريحوا شويه، وبكره يحلها ربنا ما تقلقيش. يا سلام من عينيا طبعا، احسن عشاء هقدمه لهم. قامت فهيمه حضرت العشاء لأمنية وجميله بنتها، وأمنية كانت مرتاحه لحد لما بقت كويسه وان هي لقت حد كويس حاسس بيها. تاني يوم هشام خدها هي وبنتها وراحوا عند سعيد، وقال لي سعيد ايه يا سعيد اللي انت عامله في مراتك وبنتك ده؟ حرام عليك، ليه مبهدلهم قوي كده؟ ليه بتعمل معاهم كده يا ابني؟ انت مش بتحس غيرك بيبقى نفسه يتجوز يبقى عنده بيت ويبقى عنده بنت زي القمر زي بنتك كده، والاخر انت تبهدلهم؟ هعمل لهم ايه يعني؟ ما معيش وما حلتيش حاجه، اعمل لهم ايه؟ المفروض الواحده تستحمل جوزها، وجاي تزعق لنا؟ المفروض تزعق لها هي، انا اخوك برضو. ازعق لها ليه؟ ايوه انا جاي ازعق لك انت، لان انت السبب في اللي انت عملته ده. ايوه انت اللي عملت في نفسك كده، ما كنتش بتشيل فلوس للزنقه، كنت مضيع كل فلوسك على الستات. ولو ما كنتش فاكر افكرك. بقول لك ايه، الكلام ده كان زمان، اعمل ايه انا بقى يعني؟ ما كنتش فاهم واتعلمت خلاص، واللي حصل حصل. المهم انا دلوقتي جيت وقعدت هنا مؤقتا خلاص، يبقى من بكره تنزل تشتغل معايا لحد لما نشوف هتعمل ايه. انا مش هشتغل عند حد، انا الكفيل هيكلمني ومسافر تاني. طب حلو، امتى بقى ان شاء الله؟ اديني وقت هتسافر فيه. مش عارف، وقت ما يكلمني بقى، مش عارف هيكلمني امتى. لحد لما يكلمك بنتك ومراتك دول هيصرفوا منين؟ قولي. يتصرفوا، انا ما عنديش استعداد انزل واشتغل واتبهدل، انا قاعد مستني لحد لما اسافر. وانا مش موافقه يا سعيد، مش موافقه ان احنا نقعد ونشحت من هنا ومن هنا عشان خاطر حضرتك مش عايز تنزل تشتغل. والله ده اللي عندي. لو انت بقى عايزه حاجه تانية غير كده اعمليها، انا مش ماسك فيكي. طب ويرضي مين ده؟ ها، يرضي مين اللي انت بتقوله ده؟ حرام عليك، حرام عليك اللي بتعمله فينا ده. ليه بتعمل فينا كده؟ ايه البعيد ما بيشوفش؟ ما بتشوفش الناس كده وتقول انا نفسي ابقى زيهم؟ والله اللي يبص في عيشة الناس تحرم عليه عيشته يا ست أمنية. بس انا الحمد لله مش ببص للناس في عيشتها، وطول عمري وانا عايشه معاك وما قلتلكش بجيب ايه ولا ما بتجيبش ايه. بس انا ماليش دعوه باللي انت فيه ده كله. انا واحده مش عايزه منك غير ان انت تاكلني وتاكل بنتك وتعيشنا كويس وتكون مستقر على الاقل، يعني ده العادي. ما بطلبش منك يعني اكتر من العادي يا سعيد. هو ده اللي عندي يا أمنية. والله عاجبك يا بنت الحلال تعيشي على كده، عاجبك عيشي واستحملي، مش عاجبك يبقى خلاص كل واحد يروح لحاله. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت كده بتخرب البيت في لحظه. على فكره يا سعيد انت اللي هترجع ندمان مش هي. هي هتعيش وتربي بنتها كويس، لكن انت فعلا اللي هترجع ندمان. والله ما فارق معايا ولا هي ولا بنتها، وانا عمري ما هندم عليها، بالعكس انا هفرح وانبسط ان هي بعدت عني. يمكن الفقر يحل عني لما هي تبعد عني. يعني ده اخر كلام ليك يا سعيد؟ يعني مش هتفكر تاني في اللي انت بتقوله ده؟ يا ابني فكر، ما تخربش بيتك وحياتك في ثانيه عشان خاطر حاجه انت ممكن تحلها بايديك. هو انت بتتحايل عليه ليه يا هشام؟ بتحايل عليه عشان يفضل معايا؟ انا يا سعيد اللي مش عايزاك، وانا اللي مش عايزه افضل معاك. خلاص انا مش عايزه اكمل معاك وعايزاك تطلقني، مش عايزه اقرب منك تاني. طلقني يا سعيد. بس كده؟ ده يوم المنى. انت طالق يا أمنية، طالق بالتلاتة كمان، ومش عايزه اشوف وشك هنا تاني. ده احلى حاجه انا سمعتها منك فعلا يا سعيد، بجد ما تتخيلش انا فرحانه قد ايه ان انت قلت لي الكلمه دي. احسن كلمه سمعتها من ساعه لما اتجوزتك. مشيت أمنية هي وهشام قال لها طب انت هتتصرفي ازاي دلوقتي يا أمنية؟ انت اتطلقتي هتروحي فين يا بنتي دلوقتي؟ مش عارفه والله يا هشام، دماغي وقفت، بس بجد ما صدقت ان انا خلصت منه، مش عايزه ارجع له تاني. طب القرار دلوقتي كان غلط، على الاقل حتى كنت رتبتي امورك. مش عارفه والله يا هشام، مش عارفه اعمل ايه.
طب يلا تعالي معايا على البيت دلوقتي، لما نروح نشوف هنعمل ايه. اهم حاجه دلوقتي ان انا الاقي شغل باي طريقه، عشان مش هعرف ان انا اعيش عالة عليك طول عمري. ما تشغليش بالك بالموضوع ده، هتفضلوا تحت مسؤوليتي لحد لما تشوفي هتعملي ايه. بجد يا هشام انت اكتر من اخويا، بجد احسن من اي حد، وقفت معايا اكتر من ابويا نفسه. انا مش عايزه اروح له عشان خاطر ان انا لو رحت له هيمشيني تاني، خصوصا ان انا رايحه لهم متطلقه وبالتلاته كمان. طب تعالي بس على البيت وما تقلقيش، وان شاء الله مش هخليكي تحتاجي لاي حد في الدنيا. فعلا هشام خد على البيت وحكى لفهيمه على كل اللي حصل. فهيمه قالت له اهلا وسهلا يا حبيبتي، نورتيني والله، ما تتخيليش انا فرحانه قد ايه ان انت هتقعدي معايا انت وجميله. معلش يا فهيمه هتقل عليكي شويه لحد بس لما الاقي حاجه يعني اقعد فيها وشغلانه اشتغلها. ما تقلقيش من اي حاجه، طول ما انت معانا انا مش عايزاكي ابدا تبقي شايله هم حاجه، والله ربنا هيعوضك خير. كل اللي طالباه منك بس دلوقتي يا هشام ان انت تدور لي على شغل بالله عليك. خلاص حاضر يا امنيه، هدور لك على شغل، ما تقلقيش والله هظبط لك الدنيا زي ما انت عايزه. عدت الايام وهشام لقى امنيه شغل، كانت فرحانه جدا بالشغل الجديد. وبعد فتره امنيه قالت لهشام انا الحمد لله استقريت في شغلي، وانت ما كنتش عايز تجيب لي شقه غير لما استقر، وانا الحمد لله دلوقتي انا كده عايزه ادور على شقه. ليه كده بس يا امنيه، عايزه تسيبينا ليه؟ لازم بقى يبقى لي شقه، انا عارفه ان انا تقلت عليكم جامد، بس طبعا لازم يبقى لي حاجه انا وبنتي، وطبعا مش هسيبكم. خلاص بدل هتدوري على شقه يبقى تدوري شقه حوالينا هنا وتعيشي فيها ونبقى حسنا مع بعض. خلاص ماشي وانا موافقه. فعلا هشام دور لها على شقه ولقاها، وعاشت امنيه مستقره مع بنتها اكتر ما هي كانت عايشه مع سعيد. وقالت لهشام وفهيمه انا بجد مش عارفه اشكركم ازاي، انتوا عوضي من الدنيا، كنتوا اكتر من اخواتي واقرب من اي حد ليا. شكرا بجد على وقفتكم جنبي. ما تقوليش كده، انا قلتلك انت معاكي حته مننا، واستحاله كنت هسيبك، وفهيمه معاكي وفي ظهرك في اي وقت. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده اللي بتتكلم بجد ان ربنا عمره ما بينسى حد، ودايما واقف مع المظلوم. نشوفكم في قصه جديده ان شاء الله، واشوفكم على خير. اهم حاجه ما تنسوش تحطوا لايك للقصه وتشتركوا في القناه. سلام.